مهم جدا. مبروك جماهيرنا العظيمه. نادي الزمالك النهارده بيفوز ان شاء الله، فاز 2-0 طبعا على فاركو. الفريق الصعب، الفريق الحلو، لكن زي ما بنقول طول ما انت عندك اراده وعندك لعيبه نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك كبير يا جماعه. واحترام النهارده شفنا اوباما، وشفنا طبعا التشكيل اللي لعب بيه النهارده طبعا جوزيه جوميز النهارده. لا انا شايف النهارده الاهم انك انت اطمنت على بعض العناصر اللي ان شاء الله هتكون موجوده معانا ماتش القمه بقى يا جماعه. المكسب ده مهم جدا لنادي الزمالك، وافتكروا كلامي، اذا ان شاء الله فزنا على الاهلي انك مرتين ورا بعض صدقني انت بتعلى وهو بينزل. المكسب ده مهم جدا معنوي، سيبك من البطوله، لكن انت تبقى اخر مواجهتين انت الكسبان، ده هتفرق معاهم وهتفرق جدا معانا ان احنا نكسب النادي الاهلي باداء ونتيجه، وانت قادر انك تكسب الاهلي، اقسم بالله انك قادر تكسب الاهلي. اذا انت شايف الاهلي في الماتشات الاخيره كل ماتش يدخل في جوله اداء، ولا مفيش خلاص اداء بيكسب، لكن انا بقول اهو نادي الزمالك بخبراته. وانا عاجبني جدا محمد شحاته وعمر جابر، الطريقه اللي بيلعب بيها جوزيه جوميز. انا وجهه نظر الراجل ده كان باص على الماتش ده، الراجل ده عايز يقفل على حسين الشحات في الشمال، وعايز يقفل اذا كان مين اللي هيلعب في اليمين. عنده كان كولر بيلعب على الجبهات، بالجبهه اليمين ايام تاو اذا كان موجود، بيلعب برضا سليم في الشمال، او حسين شحات في الشمال، هيروح حسين شحات في اليمين يلعب برضا سليم. هو ده اللي بيلعب بيه من الاجنحه، ما بيخترقش من عمق، اللي هو لازم كان يقفله واحد. يعني حسين شحات لو في الشمال وطبعا لعب عليه محمد شحاته، لا انا متاكد ان محمد شحاته لعيب كبير وهيوقف حسين الشحات. محمد شحاته من اللعيبه الثقيله، اللعيبه المكاسب اللي ربنا كرمنا بيهم. محمد شحاته من اللعيبه اللي ربنا فعلا كرمنا باللعيبه دي، لعيب فعلا بيليق باسم وتيشيرت نادي الزمالك. تيشيرت نادي الزمالك تحس انه متفصل على الواد ده، لايق عليه يعني فعلا. يعني شكرا على الصفقه دي بالذات، لعيب كبير. وكان نفسي انا كمان محمود صابر، كنت اتمنى محمود صابر وال40 لعيب اللي انت جبتهم مع عبد الله سعيد ناصر ماهر، الباقي ده كله انا ما كنتش عايزه. عبد الله سعيد اوكي، ناصر ماهر، محمد شحاته 10 على 10، محمود صابر شكرا بقى، والباقي ده كله بس يلا قدر الله ما شاء فعل. بس اتمنى ان يكون في المستقبل محمود صابر، اللعيبه اللي ما بتخافش، اللعيبه اللي تلعب قدام الاهلي ولا فرق معاه. والواد متيابه ده ما يمشيش، الواد متيابه ده مشروع لعيب جامد وما يتظلمش، ده واد صغير بس واد جريء، واد حريف، واد عنده الكره السهله، واد ما بيخافش. انا مع ده حلو. عجبني انه لعب النهارده بنيمار اللي كان مختفي جدا، والواد نيمار بدايته كانت قويه جدا مع نادي الزمالك، اختفى الواد ده، عنده كره حلوه قوي وجابها قويه جدا مع اليمين اذا احنا قدرنا نوظفه. اذا مش موجود طبعا زيزو، الواد ده لعيب كوره. نيمار حلو قوي في اليمين وبيعرف يوصل على الخط وبيعرف يزيد. المهم فوز معنوي حلو انك بتفوز على فاركو فرقه تقيله قبل ماتشك مع النادي الاهلي. انا واثق ان شاء الرحمن يا رب ان شاء الله نكسب الماتش ده، مهم جدا جدا يا رجاله نادي الزمالك. النهارده لعب طبعا 4-2-3-1، لعب بشحاته المسلوسي من حسام عبد المجيد، اللي اتمنى يتعمل له تدريبات لوحده ازاي يطلع الكره على الارض. حسام عبد المجيد يا جماعه سيبك من الكرات العاليه، الكره الحديثه دلوقتي بقى الكره اللعب كله على الارض، ازاي تطلع الكره. مع حسام عبد المجيد ما بيعرفش يطلع الكره حتى لو الكره سهله، ودي كارثه. الماتش اللي غرقنا مع المصري والماتشات اللي بتغرقنا كلها اسهل ما يمكن، بساطه سهله جدا على الارض. ده في بساط يا جماعه بالدوري الاوروبي البساط كانها شوطه، انت لو تعرف تباص كده. فحسام عبد المجيد لازم يعملوا 30 الف تدريبه ازاي يطلع الكره من خلف الامام ازاي، وده الاهم. عمر جابر لا اسم كبير وثقه كبيره جدا في الشمال، هيدي اذا مش فتوح موجود، وانا واثق طالما فتوح مش موجود خلاص عمر جابر يأديها على اكمل وجه ان شاء الله. نص ملعبك بقى يا معلم، هي دي المشكله. عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا حلو، مين؟ ناصر ماهر، صح؟ ده الثلاثه الموجودين. مصطفى شلبي فايق اهو وعامل جيم عالي جدا النهارده. مصطفى شلبي ده انا بقول من اللعيبه اللي عندها كوره لكن ما بيعرفش يستغل مهارته. مصطفى شلبي من اللعيبه اللي ممكن توصل له 10 12 كوره واحد على واحد ما عادش بيعدي. الواد ده عنده كوره بس لازم يقرص على نفسه. الواد ده لو بيقدر يوصل للخط ويقدر يرفع عينه، بس احنا طبعا ما عندناش مهاجمين. لو الجزيري بقى ربنا يفك يعني، لا انا عن نفسي لو الجزيري مش موجود اوباما، بس يبقى عندك المقدره انك توصل للخط وتعرض. اوباما بيلعب براسه حلو، الكرات اللي هي اللعبه الواحده اوباما ممكن يخلصها، فاهمني؟ الكره الحديثه ما ترفعش من ورا، لازم توصل لخط المرمى وتعرض، هي دي. الواد نيمار بيعملها حلو قوي، زيزو ده موجود بيعملها حلو قوي،
بس لازم حد في ال 18. اللعيب عبد الله السعيد جامد مع انه بيلعب ديفندر مركز 8 وده متعب جدا. مركز عبد الله السعيد لما كان بيلعب تحت مركز 10 8 شويه انا شايف مرهق. انا واحد من الناس في البدايه كنت اقول لك محمد شحاته ونبيل عماد دونجا قدام عبد الله السعيد، ناصر ماهر يلعب مكان مصطفى شلبي. لكن احنا عايزين نستفاد باللعيبه اللي عندها ثقه، اللعيبه اللي بتقدر تمسك كره ما بتخافش. مصطفى شلبي بيمسك كره ما بيخافش، ناصر ماهر، عبد الله السعيد باسمه وتاريخه ما شاء الله كل ماتش جول اهو. عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا ده اساسي. اللعيبه دي هي دي اللي تخوف من لعيبه النادي الاهلي، هي دي اللي هتكسبنا. نص ملعبك ده اللي هيكسبك الماتش، نص ملعبك ان شاء الله. الماتش ده مهم جدا. فاكرين نهائي القرن؟ اقسم بالله لو كنا كسبناهم ما كانت ليهم قومه. النادي الاهلي ما كانش ليهم قومه. جول قفشه ده اللي طلعهم لحد دلوقتي. مكسبنا ليهم الماتش الجاي معناهم انه هيناموا. جمهورهم طبعا ما بيحبش الخساره، والافلام اللي بيلعبوها في دماغهم دول هيقلب عليهم، هتبقى كارثه. ماتشين ورا بعض بتكسبهم ده حاجه حلوه. فيا ريت جوميز بقى يركز، اللعيبه تبقى فيه روح قتاليه، ننفذ صح، الاستحواذ ان شاء الله يبقى بتاعنا، مفيش اخطاء. محمد شحاته يقفل على هم عندهم يا جماعه عايزين نبقى متفقين. حسين الشحات لو فايق، اليمين لو كان تاو، شكرا صدقني. تحركات بقى، اذا كان عمك كهربا يقعد يهمبك، اذا كان اسامه ابو علي بس هو مصاب مش هيلعب اسامه ابو علي، يبقى كهربا اللي هيكون موجود. حلو الكلام. نص الملعب انت احسن بكتير. مروان عطيه عافياجي صدقوني، امام عاشور حتى كمان مش ده امام عاشور، عافياجي وصحه، بس قفل العمق. العيال دي ما بتعرفش تلعب في الزحمه، اللي انا بقول لك عليهم دول ما بيعرفوش يلعبوا في الزحمه. هم عايزين مساحات يقدروا يروح. امام عاشور وفي مساحات يقدر ياخد الكره ويروح. فانت لازم تكون دارس ده، ولازم تستحوذ، ولازم تخترق من العمق. مع عند محمد عبد المنعم الاختراق من هنا، وازاي تلعب على الاجنحه كمان. انت عندك مقدره، مصطفى شلبي عندك، مين اللي هيبقى يمين؟ زيزو. المهم نادي الزمالك اقسم بالله عندنا مقدره وفرصه ذهبيه انك تكسب النادي الاهلي. بقى عندنا لعيبه شخصيه، بقى عندنا لعيبه ما بتخافش. عندك ناصر ماهر احلى لعيب حاليا في مصر، عبد الله السعيد فايق، نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، عمر جابر، مصطفى شلبي. اسامي تقيله، وانا عارف اسامي ما بتخافش. فكل التوفيق لفرقتنا، وان شاء الله يا رب دعواتكم نفوز الماتش الجاي لانه مهم جدا. بدايه مرحله تانية خالص، مرحله بقى فيها مزاج، تقدر تقعد كده البيت هيبقى مرتاح. فايز تاني مره على الاهلي من فتره ما حصلتش. معنويا انت اللي راكب. نقدر بقى اللعيبه تبيع وتعمل انتقالات وتجيب لعيبه بقى شخصيه كده بشخصيه محمد شحاته. يا رب. اذا عجب الفيديو لايك، شير، كومنت. سلام.